السلام عليكم ورحمة الله. حبايبنا في مصر وخارج مصر. النهاردة هنعمل لكم طريقة الكوكيز. وحفيدتي هي اللي هتعمله معاكم، وتابعوها في الطريقة خطوة بخطوة. ويلا بينا على الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل طريقة الكوكيز. أول حاجة هنحط الحاجات اللي هي شبه الدقيق، المواد الجافة. المواد الجافة، وبعدين هنحط الحاجات السائلة. طب هندخل يلا أول حاجة الدقيق، هندخل الأول ده. حطي الدقيق الأول. مش عارفة ثانية. وطي ايدك في الطبق، وطي ايدك في الطبق تحت، وطي. يلا يا كوكي، هاتي الطبق ده. أول حطي حاجة عليه الكاكاو، حطي كده، عليه الكاكاو، والكاكاو، معلقة كاكاو. والبيكنج باودر. ما قلتيش الدقيق قد ايه؟ الدقيق 2.5 كوباية، والكاكاو. والكاكاو معلقة، شاطر. معلقة كبيرة. وهنحط بذرة الملح كمان، بذرة ملح، والبيكنج باودر. ورشة بيكنج باودر. ورشة بيكنج باودر. رشة بيكنج باودر قد ايه؟ نص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة. هاتي نزلي بقى الدقيق اللي على وهنقلب المواد الجافة كلها مع بعض. قبل ما نقلبها هقول لكم حطينا فيها ايه. حطينا فيها 2.5 كوباية دقيق، و... ومعلقة كبيرة كاكاو، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وذرة ملح. مع بعض. بنقلب اهو المواد الجافة مع بعض. ودلوقتي حطينا المواد الجافة على جنب. ودلوقتي هنعمل المواد السايلة. أول حاجة هنحط بيضتين. ايوه اكسري كده على بس خلاص. ودي البيضة التانية، دي البيضة التانية يا كوكي. تمام. شطورة، شطورة حلوة وأمورة. وهنبدأ نقلبهم مع بعض. هنحط نص كوباية. حطينا نص كوباية الزبدة، وهنحط معلقة كبيرة عسل اسود. قربها للكاميرا عشان نشوفه. دلوقتي هنقلب المكونات مع بعض. بالراحة بالراحة. هنحط كوباية شوكولاتة شيبسي. يلا قلبي، هنحط الكوباية اهي، قلبي. يلا هنبدأ نقلب. دلوقتي هننزل بالمواد الجافة على المواد السائلة.
دلوقتي هنقلبهم مع بعض لغاية ما يبقوا معانا عجينة. دلوقتي هقلبهم بإيدي. بإيد واحدة يا كوكي. لفي العجينة في ايدك، لفي الطبق كله ولمي. وهنا الكوكيز خلصناه مناه. حطينا ورقة زبدة هنا ونبدأ نشكله. يلا نشكل يا كوكي. يلا وكده شكلنا واحدة معاكم اهي. وفي الاخر هنحط لها ايه الشوكليت فوق الوش. وكوكي شكلت التانية معاكم اهي. يلا يا كوكي اعملي التانية يلا. خدي حطي لي دي يا كوكي. كده عملنا 4 كوكيزات. انت شطورة يا كوكي. بصي الكوكيزة جميلة وفي قلبها الشوكولاتة اهي، ولسه هنحط عليها الشوكليت بتاعها اللي من فوق. خدي يا كوكي اقول لك احرمي. تمام. ده من هنا على بال ايه، على بال ما نعمل بقية الكمية ونرجع لكم تاني. وهنا كوكي قربت تخلص، انتوا شايفينه، وبتشتغل هون بكل جهدها عشان تخلص الصاج. شطورة يا كوكي، تساعدي نناه. عسل يا كوكي. والفرن لازم مشغلينه قبلها بفترة. هندخله على الرف الوسطاني على حرارة 180 درجة. وهنحط حطي بقى الشوكليت شيبسي عليه. عايزة صينية ثانية. حطي الشوكليت بقى الشيبسي على الوش بس غرزيه شوية. خلاص هندخله على فرن متوسط الحرارة 180، وهيقعد في الفرن من 20 دقيقة لغاية 25 دقيقة. وكلنا هنشكر كوكي ونشجعها لأنها شطورة جدا وبتحب تعمل الحلويات زي ما انتوا شايفينها. هي عمالة تحط الشوكليت شيبسي عليه على الوش، وتشجيعة كبيرة كبيرة لكوكي العسولة. انا النهاردة بتفرج عليكي يا كوكي وانتي بتشتغلي. الله عليكي، تسلم ايدك يا كوكي، والله تسلم ايدك. برافو برافو برافو. هندوق أحيز النهاردة من ايدين كوكي الشطورة العسل. وكده خلصنا الصاج ده معاكم. جميل قوي يا كوكي. يلا ندخله الفرن.
يلا. هندخله على كم مع درجة حرارة الفرن؟ على 180 درجة في الرف الوسطاني. هيقعد من 20 دقيقة ل25 دقيقة. يلا بينا على الفرن، يلا بينا. وهنا طلعنا الكوكيز اهون زي ما انتوا شايفين، جميل بالوحدة اهون اهو ان شاء الله. بصوا طبعا هو بيطلع من الفرن طري، ما تخافوش من الطريان بتاعه ده، تو ما هيطلع بس 10 دقايق وبقى ايه، وبقى حلو ماهوش طري. بصوا بس هو كده الوقت لسه طري اهو. وادي الشوكليت اهون في قلبه، حاجة جميلة وروعة. وهي حابة تقولي انا يا نينا عايزة اعمل معاكي الكوكيز، وما شاء الله عملته بطريقة حلوة وجميلة وسهلة وبسيطة. اللي شاف الطريقة ما لايك والشير والسبسكرايب، يوصل لكم مننا كل جديد ومع كوكيزة الله. نرصصه كده، هنبدأ بقى نرصصه في الطبق واحدة واحدة كده اهو. حاجة جميلة ونظيفة في البيت وعاملينها بإيدنا. شفتم بقى الكوكيز بتاع كوكي طلع منه، طلع من الكوكيز ده مناه بكوبايتين ونص دقيق. طلعت لنا كمية قد ايه، كبيرة ووفيرة والله. ولسه في صينية كمان في الفرن، لسه الصينية التالتة ما طلعتش من الفرن. دول من كوبايتين ونص، كوبايتين ونص دقيق بس. الأطفال اللي في معانا وهيشوفوا كوكي هي عملت ايه، عشان اللي في السن بتاعها يقلدوها ويعملوا زيها حاجات مفيدة كده هون. وادي الألعاب بتاعت كوكي حطاها لأصدقائها عشان يشوفوا من العمايل بتاعتها الحلوة الجميلة يعملوا زيها. واستنونا بقى في فيديو جديد ان شاء الله، هنعمل لكم البقسماط بالسمسم. واللي شاف الفيديو معانا يشوف يقول لي رأيه في الفيديو ايه، ويقول لنا رأيه. مستنيين يعني رأيكم، منتظرين رأيكم ان شاء الله. وسلام عليكم، ونشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.